شهادة صاحبها الأساسي توفاه الله. ما اعرفش إذا كان حكيها لحد تاني ولا لا، بس حكاها لي أنا. هو الله يرحمه المشير أبو غزالة، كلمته في أثناء إعدادي لتحقيق عن اللي حصل للأسرى المصريين في حرب 67. كان هو اوريدي في البيت وإحنا عارفين القصة، لا داعي للخوض فيه. وحكى لي، قال لي يا ابني ما تحطش ايدك في عيش الضبابير. قلت له اشرح لي يا فندم، انا يهمني شهادتك، انا بتكلم عايز احط حاجه للتاريخ تجيب حقوق الناس اللي اتقتلوا علشان احنا نعيش واتذلوا علشان احنا كلنا كرامه اللي حصل فيهم بعد 67. فقال لي احكي لك على موقف. فاكر حكايه النعوش اللي كانت بترجع من العراق؟ قلت له فاكر. بالتالي كل الساده المشاهدين كل المصريين يفتكروها. قال لي دخلت على الرئيس حسني مبارك اياميها، قلت له يا ريس المفروض نعمل حاجه، نكلم صدام. ايه كان ايه رده عليه؟ ده حسب المشير ابو غزاله رده بمنتهى البساطه، هم ايه اللي وداهم هناك واحنا من؟ دي شهادتي بسجلها للتاريخ نقلا عن الله يرحمه المشير ابو غزاله، لانه يمكن لو كان هو عايش كان يحب يقولها قدام اي محكمه.